بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى درسنا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: قال أين خبر؟ قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. لا لسامعه. قال رحمه الله: فالأول المتواتر، يعني على التقسيم المتقدم. الأول المتواتر أي الذي له عدد يعني لا حصر له، ليس محصورا له طرق كثيرة، ليست محصورة في عدد معين مع توفر بقية الشروط. هذا هو المتواتر الذي له طرق كثيرة وليست محصورة في عدد معين، هذا يعتبر متواترا. ويقابله الذي مع توفر يعني بقية الشروط، ويقابله الذي له عدد محصور، يعني محصور في عدد معين من الطرق ولم تبلغ حد التواتر، فهذا من الآحاد. قال: فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني. فأخرج النظري على ما يأتي به، على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. قال: وهو المفيد أي الموجب، يعني الآن بدأ يذكر صفة هذا الحديث المتواتر. قال: وهو المفيد أي الموجب للعلم اليقيني، مأخوذ من يقن الماء إذا ثبت ودام. يقن الماء إذا ثبت ودام، وهو اعتقاد أن الشيء كذا مع عدم احتمال ألا يكون كذلك. هذا هو اليقين، اعتقاد أن الشيء كذا مع عدم احتمال ألا يكون كذلك. قال: وهو المفيد للعلم اليقيني. اعترض عليه وقيل الأولى أن يقول وهو المفيد للعلم الضروري، لأن الضروري يقابله النظري. وهو المفيد للعلم اليقيني، كان الأولى أن يقول وهو المفيد للعلم الضروري. قال: للعلم اليقيني، فأخرج النظري الذي يقابل النظري الضروري. قال: على ما يأتي تقريره بشروطه، فأخرج النظري. قوله فأخرج النظري هذا يؤيد كون الأولى أن يقول وهو المفيد للعلم الضروري، لأن النظري منه ما يكون يقينيا ومنه ما يكون ظنيا. العلم النظري منه ما يكون يقينيا ومنه ما يكون ظنيا. فلو قال وهو المفيد للعلم الضروري، فالعلم الضروري لا يكون إلا يقينيا، بخلاف النظري فمنه اليقيني ومنه الظني. فقوله وهو المفيد للعلم اليقيني سيعبر بالضروري بعد قليل، فهذا الانتقاد في موضعه. كان الأولى أن يقول وهو المفيد للعلم الضروري، هو يريد هذا كما سيأتي. فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه. النظري يعني الذي يحتاج كما سيأتي إلى نظر، ما يستفاد إلا من طريق البحث والنظر والاستدلال، يعني ينظر في روايته إلى آخره. قال: على ما يأتي تقريره بشروطه، الضمير يعود إلى المتواتر التي تقدمت. قال: واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع،
ما هو اليقين؟ الاعتقاد الجازم للمطابق. قال وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. هذا ترجيح المصنف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ قال هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، يعني كالعلم المستفاد من الحواس الخمس، فهذا هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث ولا نظر ولا تتبع ولا استدلال، بل يحصل بدون نظر ولا تفكر ويهجم على الإنسان هجوما. قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني الذي يحتاج إلى بحث وتتبع ونظر واستدلال، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وهو الراجح أن المتواتر لا يفيد العلم الضروري، وإنما يفيد العلم النظري. ثم العلم النظري منه ما هو يقيني ومنه ما هو ظني، هذا هو الراجح. فلا يمكن الحكم على الحديث بأنه متواتر إلا بعد النظر في طرقه والنظر في رجاله والبحث والتتبع. فهناك أحاديث لها طرق كثيرة لكنها واهية وضعيفة ومسروقة ومنكرة، فهل يمكن لصاحب حديث أن يحكم على الحديث بأنه متواتر ويفيده العلم الضروري بدون نظر ولا استدلال؟ في باب الحديث لا يمكن، في باب الحديث لا يمكن، لا بد أن يبحث ولا بد أن يمر على أسانيده كلها. قد تكون أسانيد منكرة، يأتي على الأول فيه متهم، يأتي على الثاني فيه شذوذ، يأتي على الثالث فيه نكارة، يأتي على الرابع فيه من يسرق الحديث، وهكذا. فكما أفاد العلماء أن القرآن هو الذي يفيد العلم الضروري، يعني لا يحتاج أن تنظر إلى ثبوت هذه الآيات، بمجرد ما تعلم أن هذه آية قرآنية يفيدك علما ضروريا، بخلاف الحديث تحتاج إلى بحث ونظر لمن كانت عنده أهلية وكفاءة. فهذا هو الراجح وهذا هو الواقع. وأنت يا طالب الحديث على حسب ما آتاك الله من علم، هل بمجرد أن يقع بصرك على حديث له 30 طريق تستطيع أن تحكم بأنه متواتر ويفيدك في الحال علما ضروريا؟ أو الجواب أنك لن تصل إلى هذه النتيجة إلا بعد البحث والنظر. وهكذا العلماء لا يمكن أن يجمعوا الأحاديث المتواترة في موضع ويقولون هذه متواترة وغيرها ليست متواترة إلا بعدما نظروا وبحثوا ووقفوا عند هذه الأسانيد وهذه الطرق. قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. قال وليس بشيء، يعني هو يضعف هذا القول. قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر. أهلية النظر أي البحث في الأدلة واستخراج النتائج منها. قال كالعامي، المراد بالعامي هنا من ليست له ممارسة ولا نظر ولا استدلال. قال إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، يعني تستدل
بالأثر على الأثير وبالبعرة على البعير يستدل المهندس بوجود الشيء الفلاني على كون العطل هو الشيء الفلاني، يستدل الطبيب على وجود هذا النزيف في الموضع الفلاني على وجود المرض الفلاني، يستدل المزارع بوجود كذا على كون الثمرة كذا، وهكذا العلماء. فالذي يترتب على شيء آخر. قال: إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم يعني هذا العلم الضروري. لكن هذا لا يكون في الأحاديث، هذا قد يكون في الأشياء الأخبار الأخرى، مقتل ملك أو ولادة أو حدث أو زلزال أو شيء. أما الأحاديث المتواترة، التواتر في الحديث النبوي ليس راجعا إلى العوام، وإنما يرجع معرفة المتواتر إلى أهل الكفاءة والأهلية من العلماء والمتخصصين في هذا الشأن. قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. نعم، هو هناك فرق، لكن في باب المتواتر في الأحاديث النبوية لا يكون ذلك. هل للعوام مدخل في هذا أنهم يميزون بين الأحاديث المتواترة وغيرها؟ فالوصول إلى العلم الضروري هذا لا يكون في الحديث النبوي، إنما هذا يكون في القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا بحث. أما الأحاديث لا بد فيها من نظر وبحث. إذن العلم المستفاد بعد ثبوتها إنما هو علم نظري، والعلم النظري على قسمين، منه ما هو يقيني ومنه ما هو ظني. إذن لا إشكال، هو علم نظري يقيني، وليس علما ضروريا يقينيا، إنما يكون علما نظريا يقينيا. قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، يعني كما تقدم ما يتحصل بواسطة ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وهذا الذي يفعله المحدث. كيف يستطيع أن يحكم على هذا أن هذا متواتر إلا بعد النظر والجمع؟ فإذا تبين له أنه متواتر أفاده علما. هذا العلم هل هو ضروري يهجم عليه لأول الأمر؟ لا، حصل له بعد النظر والبحث، فيكون يقينيا بعد البحث والنظر. قال: إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. قالوا أن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. قالوا إنما، وهذا واضح كله يقرر ما تقدم، قالوا إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، أو إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل أي في النخبة، متن النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. فعلا الحديث المتواتر على الشروط الموضوعة عند أهل العلم ليست من مباحث علم المصطلح، وإنما هي من مباحث علم أصول الفقه. ولهذا كما ذكر السخاوي رحمه الله أنه لم يذكر الحديث المتواتر من المحدثين إلا القليل، كالحاكم والخطيب البغدادي في أوائل كتابه الكفاية، وابن عبد البر وابن حزم. لم يذكر الحديث المتواتر من المحدثين إلا القليل، قال كالحاكم والخطيب في أوائل كتابه الكفاية، وابن عبد البر وابن حزم. لماذا؟ لأنهم يقولون هو يفيد علما ضروريا لا يحتاج إلى نظر في صفات هؤلاء الرواة،
ولا في اتصال الأسانيد، وإنما أدخلوه في علم المصطلح من باب البحث هل توفرت فيه الشروط أم لا، شروط التواتر، ولا يدخل في باب علم المصطلح من جهة أحوال المخبرين ولا من حيث اتصال السند هكذا. لكن بارك الله فيكم كما تقدم لا يستطاع الوصول إلى الحكم على الحديث بأنه متواتر إلا بعد النظر في الأسانيد، لا بد من النظر في الأسانيد، فهناك متهمون وكذابون، وهناك سراق للحديث، وهناك من هو فاحش الغلط، فكم من أحاديث حكم عليها بعض العلماء بأنها متواترة ولم تكن عند البعض الآخر صحيحة فضلا على أن تكون متواترة، يعني شتان، هذا يحكم عليه بأنه متواتر وهذا يقول لا يصح أصلا فضلا على أن يكون متواترا. قالوا إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. نعم، على هذه الكيفية أنه يفيد علما ضروريا، وأنه لا يحتاج إلى النظر في صفات هؤلاء المخبرين. بل قول الجمهور قول عجب، أنه لا يشترط الإسلام في التواتر، لكن تعرفون يقول إذا كان العدد كبيرا الذي يخبر بهذا الشيء، إذا كان عدد كبيرا، ولعلهم يقصدون في غير الحديث النبوي لا يشترط فيه الإسلام. قال رحمه الله إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك. هذا علم الإسناد يعمل به إذا كان ثابتا سواء كان صحيحا أو حسنا، أو يترك إذا لم يكن ثابتا على الراجح في باب الأحكام وفي باب الفضائل وغيرها، لا يعمل بالحديث الضعيف. ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. من حيث صفات الرجال يعني من حيث الثقة والضعف ومراتب الرجال، وصيغ الأداء من حيث حدثنا وأخبرنا وعن وأن إلى آخره. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. هذا رسمه عند الأصوليين. أما عند المحققين من أهل الحديث فلا بد من نظر في رجاله وأسانيده. كيف يمكن أن يحكم عليه بأنه متواتر حتى يعرف أولا أنه ثابت أو مما يدخل في باب الثبوت، ولو كان حسنا لو كان ضعيفا يعني في بعض طرقه. أما هكذا يعني يقفز إلى أن يكون متواترا، فقد نبه المحققون من أهل العلم إلى أن هذا لا يمكن إلا بعد النظر والتفتيش والبحث، ويصلون بهذا إلى أنه متواتر. أولا يصلون إلى أنه ثابت أو غير ثابت، ثم إذا تعددت طرق الثابت يرتقي إلى درجة المتواتر الذي هو في أعلى درجات الصحة. فهذا ما يتعلق بهذا. بقية نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.